عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده عايزه اوريكي الحاجات اللي انا باخدها معايا لما باجي بسافر، علشان لما تيجي تنزلي تشتري ترافل سايزز من براندز تبقي عارفه هتشتري من ايه. تاني حاجه هقولك الطريقه اللي انا بستخدمها لو انا اتزنقت ان انا لازم اسافر وما لحقتش اشتري شنطه ميك اب. هقولك الطريقه اللي انا بستخدمها عشان احافظ بيها على الميك اب بتاعي لما باجي بسافر. يلا بينا. طيب انا هتكلم بسرعه يا جماعه علشان هقول حاجات كتير، فانا مش عايزه الفيديو يكون طويل. ماشي، اول حاجه بالنسبه للشنطه، هاتي اي شنطه من عباس العقاد من اي محل مش معروف. بلاش تجيبي شنطه براند وتسفي بيها، عشان هي هتبقى معرضه ان هي تتحط في التراب، في الارض، تتبهدل، تتشد، تتقطع، فهتزعلي عليها. فالاحسن هاتي شنطه انت اوريدي يعني مستغنيه عنها. تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين بقى بالنسبه للحاجات اللي جوه الشنطه، انا بحب اجيب نيكد ايربن ديكاي فلاش، علشان بيبقى فيها 3 حاجات، فيها بلاشر وفيها هايلايتر وفيها كونتور. ال3 بيعملوا لي نفس العمل اللي انا عايزه اعمله، بدل ما اجيب كل باليته لوحدها وتتكسر يبقى دي باليته صغيره فيها كل حاجه. تمام. تاني حاجه بالليبستكس بجيب الوان نيوترال تبقى معايا لونين وخلاص. ده سماش بوكس وده ماك. بالنسبه الفاونديشنز بلاش تجيبي فاونديشن غالي معاكي، يعني بلاش ماك. انا ما عنديش غير واحد ماك وبخاف عليه جدا فما بسافرش بيه. هاتي بقى ميبلين فيرمي فاونديشن او اي فاونديشن عندك، يعني عشان لو حصل اي حاجه تزعلي عليه برضه، بس مش قوي يعني. بالنسبه للايلاينرز، ايربن ديكاي ايلاينر ده كويس جدا. ما بحبش اجيب الجل علشان بيبوظ الشنطه. بالنسبه لل صن بلوك بجيب حاجه اسمها لاروش بوساي، انا مش عارفه النطق صح ولا لا. معامل الحمايه بتاعه 50، كنت جايباه من الصيدليه، وهتلاقيه في اي صيدليه على فكره. حاجه بجد بحبها قوي اللي هي سماش بوكس ترايد كيت، دي حلوه قوي. دي فيها كل الترافل سايز اللي انت ممكن تحتاجيها ومش تاخد معاكي مساحه. فيها الماسكارا، اوكي، وفيها البرايمر بتاع الاي شادو، وفيها برايمر اللي هو الوش صغير، كله ترافل سايز. واخر حاجه فيها الباليت دي، عايزه اوريها لكم عشان هي حلوه جدا وليها استخدام، كذا استخدام. هي 3 الوان زي ما انتم شايفين، اوكي. دي كاي شادو، تمام. وفي نفس الوقت بستخدمها اللون اللي تحت ده، بستخدمه للحواجب، بيبقى حلو قوي. فبالتالي مش محتاجه ان انا اجيب معايا حاجات كتيره وانا مسافره. هي الترايد كيت دي صغيره فيها كل حاجه. اخر حاجه الوايبس او الميك اب ريموفر. انا بحب اجيب جونسون فيس كير عشان ليها استخدامين. اول حاجه انا بحب استخدمها كميك اب ريموفر، هايله جدا، بتشيل الايلاينر، بتشيل ماسكارا، وتحفه. في كارفور هتلاقيها ب 30 جنيه، في الصيدليه هتلاقيها 35 جنيه. كمان استخدامها ان هي تبقى وايبس، عشان انت لما تيجي تسافري دايما بتبقي معرضه في الطريق بتاكلي شيبسي او كده، بتبقي عايزه وايبس، فهي دي بتبقى معاكي على طول، يعني تساعدك على طول. ده بالنسبه للحاجات اللي انا بجيبها معايا لما باجي اسافر من الميك اب. طيب لو انت اتزنقتي وعندك ميك اب كتير ولازم تسافري بيه وفي نفس الوقت خايفه عليه ان هو يتكسر، بتعملي ايه؟ انا من الناس اللي ما بحبش اجيب الحاجه تكون مزنوقه عشان انا مسافره فلا اجيب اي حاجه، لا انا بحب اخد وقتي. فشنطه الميك اب يعني كنت اتزنقت قبل ما اسافر وما لحقتش اجيبها، فانا فكرت في الفكره دي وهي دي اللي انا استخدمتها. وهي هاتي اي بوكس بتاع شوز انت شارياه، اي بوكس بتاع شوز. اولا يعني هياخدك الميك اب بتاعك كله، ثانيا هيتحط في شنطه السفر، ثالثا لو اتحط فوقيه هدوم او حصل اي حاجه هيحافظ على شنطه الميك اب بتاعتك ان هو كرتون. فده معظم الحاجات اللي انا بعملها. يا رب تكون عجبتكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم.